هاي يا جماعة، أنا شيماء وانا رحمه وإحنا في بودكاست ترافل ستوريز 101. ضيفتنا اليوم نقدر نسميها مسافرة أو رحالة أو يعني واحدة أخذت التحدي مع نفسها إن هي تسافر 196 دولة قبل ال30. بعد كده زهقت من التحدي وقلبت الترابيزة وقالت إيه وقلبت الترابيزة وقالت ما بدهاش، أنا أسافر براحتي يعني قدامي العمر كله أسافر وأتفسح براحتي. ازيك يا رحمة؟ منورانا. ازيك؟ كان صعب عاملة الوصول ايه؟ إليكي يعني على طول في الطيارة. انا اي ثينك اي حد هيسمع دلوقتي عارف ان انا وحشه قوي في الكوميونيكيشن عن جدا بعد. يا جماعه. انا قلت ايه اللي تزودي بس يلا صلحتني. بس انا بحس ان انا المره الجايه يعني هصور البودكاست على طيارات، فاهمه، في المطارات عشان تحفه بقى، عارفه تلاقيني First بجري class كده بقى والنبي، واحنا يعني يا سلام احجز لكم ان شاء الله بالظبط. سبونسرز بس يجوا كده. يلا بينا طيب، تحبي تعرفي المشاهدين على نفسك ازاي؟ تحبي تعرفي نفسك ازاي اصلا بشكل بسيط؟ والله يعني انا بحب العب اللعبه دي عامه مع الناس اللي بيجوا الرحلات عندي. ان احنا نعرف نفسنا بره الشغل. أوكي. لان يوجري لما بسال حد عرف نفسك، انا مثلا احمد شغال في بنك، او انا مش عارف أنا مين برضو بعمل كده. بعمل كذا. احنا بره، احنا ده احنا بره الزون دي. يعني انا برضو I used to identify myself دايما انا رحمه رحاله. بسافر وبعمل فيديوهات عن السفر وبعمل مش عارف ايه. بس انا بقى مين في ده يعني بره شغلي او بره الحياه اللي بحبها. بدات بقى استكشف يعني مؤخرا حاجات حلوة تانية قوي. بحبها على فكره يعني لما اخدت بريك شويه من السفر حسيت ان انا دلوقتي مثلا انا عندي 26 سنه. بحب الفن، بعمل فن بكل انواعه. رجعت الكليه تاني فبقيت طالبه. كنت سايباها واخدنا 3-4 من الامتحانات. سنين. ايوه والله بجد النهارده كان عندي امتحان. عملتي في الامتحان؟ الحمد لله ماما ذاكرت لي امبارح غصب. كنت ناويه اغشه بس يعني شكرا يا ماما. ف برقص، بحب اتعلم رقص المواهب بقى هنتكلم عليها النهارده يعني وطبعا اكيد برضو السفر جزء كبير من حياتي، فانا برضو رحاله. بس بقى يعني هاديه، رحاله هاديه دلوقتي. كنيتي شويه تعبتي. احنا تعبت. في الاول كده بناخدها على الحامي. عايزين نروح ونيجي ونسافر كل دول العالم قبل سن مش عارفه ايه، وفي السنه دي وعد بقى كام دوله في السنه واقسم اصلا موضوع العد ده انا خلاص بقيت حاسه عديتي. يعني هو موجود، بس اللي هو ايه، حسيت ان العد زي ادمان بالزبط. يعني تحسي ان انت مش عارفه تستمتعي بالظبط. يعني انا بستمتع اول ما بوصل بلد جديده، اسمي وصلت البلد دي فرقم جديد. وبعدين الستامب خلاص اللي بعده وبعدين زهقت. يعني انا بحب السلو ترافلينج جدا. انا سلو ترافلر اصلا يعني انا يعني انا يعني بقول على نفسي ان انا فول تايم ترافلر. بس انا يا جماعه ممكن تكونوا انتوا زرتوا وسافرتوا بلاد اكتر مني، لان انا بقعد في البلد بعيش. حلو بقى. انا حاساك ان انت بدات بدات لا انا حسيت بالفرق ما بين اول ما بداتي ودلوقتي. اسلوبك في السفر اختلف. قولي لي بقى، كنت الاول بتعملي ايه ودلوقتي بعد كام سنه سفر وصلتي لايه بقى؟ يعني انا خلاص انا هغير اسلوب السفر بتاعي عشان انبسط وابين. ايوه بالظبط. انا بادئه سفر من وانا عندي 19 سنه. اوكي. فانا دلوقتي 26 يعني حوالي 7 سنين. تمام. اول 3 4 5 سنين يمكن. لا انا كنت يعني انا ما كنتش برجع مصر اصلا. انا بسافر من بلد لبلد. برجع بس اقدم على فيز لما الفيز تخلص. او لما اخلص البلاد اللي من غير فيز لينا، او اخلص فلوسي، يعني والله فلوسي هي كده ما كانتش فلوس اصلا، هي كانت خلصانه. والله انا فعلا يعني انا الحمد لله انا بعمل فلوس اكتر بكتير من اللي كنت بعملها وقتها. مش عارفه يا اختي بقى السن ولا ايه. لا الواحد انا كنت عادي، انا ممكن اسافر بلد كامله ب $100 $150 ارقام كده. اللي هو ازاي بتاخدي الخطوه دي؟ ما كنتيش بتبقي خايفه؟ بتبقي حاسباها قوي؟ والله لا بقى
سبحان الله تقولي بقى هروح يعني اكل عيش وجبنه وسميد في الشارع بس ولا بفكر، مفيش فكره بتيجي يعني انا جوه كده عصافير. ابيض، انا عايزه اسافر وخلاص. بسافر بقى ويوم بيوم بقى بشوف ايه الكلام. يعني انا اصلا اول مره سافرت كانت سريلانكا. اول ما وصلت المطار كان اول مره اسافر بلد، انا كنا عايشين في السعوديه فدي بس اول مره اسافر بلد غير عربيه. فلما وصلت المطار انا اللي هو اتصدمت ان انا محتاجه اتكلم انجلش دلوقتي. ايه ده، هو استرجع بقى اللي انا كنت بتعلمه من وانا في كي جي 1 يعني. ما كنتش بعرف اتكلم انجلش كويس خالص. تمام، عملت ايه؟ اتكلمت. بدأت تذاكري يعني او لا كده؟ انا لا بس اصل احنا اي ثينك ان احنا كلنا هنا في مصر يعني بنعرف عندنا حاجه احنا بس مش متعودين ان احنا نتكلم محادثات، نعمل محادثات يعني. بس عندنا كل الكلمات وعندنا جرامر وعندنا كل حاجه. فلا هو مع الوقت بقى خلاص. يعني اول مشكله قابلتك في السفر هي اللغه مش الفلوس؟ يعني انت ما فكرتيش في الفلوس؟ انا استلفت من الشغل وقتها. تمام. يعني كنت شغاله ايه؟ كنت شغاله حاجات كتير قوي. اوكي. كنت نازله يعني بدات كده كتطوع يعني في شركه عشان اتعلم. وبعدين بقى دخلت في حاجات كتير، سوشيال ميديا، على جرافيك ديزاين، على ايفنتس مانجمنت، على حصل بقى حاجات بقى. بس هو بنفس يعني في نفس الستارت اب يعني. كانت شركه يعني كانت ستارت اب وقتها. فكنت بقى يعني كنت بنزل في الويك اندز وبنزل في الاعياد وبنزل في مش عارف ايه سنتين نون ستوب. فكان عندي كريدت كتير بقى اللي هو انا مسافره، انا حجزت طياره الشهر الجاي، هاخد شهرين اجازه بمرتب وهستلف من الشغل يعني. انا ما طب ما فكرتيش مثلا لو قابلتلك مشكله فلوسك خلصت ما لقيتيش مكان تنامي فيه؟ مفيش والله هنام في المطار. يعني الناس بجد بتفتكر ان يعني بيقعدوا يسالوني لو انت الشجاعه دي جبتيها منين ومش هي الشجاعه اي بليف ان هي لما الشخص يبقى عارف ان في مخاطر وستيل بيروح. انا مش اصلا ام نوت اوير انت ما بتفكريش اصلا اويرنس بربع جنيه والله العظيم. لما كل بقى ما كنت بسافر اكتر وكل ما بكبر بحس ان الخوف بيزيد يعني. بحس ان انا دلوقتي لا. طب انت ليه كانت شخصيتك كده يعني؟ في حاجه انت جايه بالعكس يعني. انت عصفوره محبوسه في قفص من وانا. بس بحس ان العصافير اللي طالعه لسه من القفص بيبقوا خايفين اكتر، عندهم رعب. انا هسافر لوحدي مش عارفه، هي جت عندي بالعكس فعلا. يعني انا ما انا بقول يعني انا قلت لك ان الموضوع غريب يعني. اللي هو يوجوالي اللي انا بقابله انت انه مستغربه نفسك يعني والله. بس انا كان عندي جوع رهيب للاستكشاف والسفر، واللي هو حسيت ان انا ايه ده. بداتي تسافري وانتي 19 سنه، ازاي بداتي تقنعي اهلك؟ ما اقنعتهمش سافرت اني راحله. حاولت والله حاولت بس انتوا ما اقتنعتوش يعني. معلش يا طنط ما تزعليش مننا. لا الحمد لله طنط خلاص تمام. بقول لك كانت بتذاكر لي امبارح وزي الفل راضيه عليها يعني. العلاقه اخذت ابس اند داونز بس الحمد لله يعني. لا خدت داونات كتير قوي خدت وبعدين الحمد لله. بس لا والله حاولت بكل حاجه ممكن، بكل طريقه ممكنه يعني، بالكلام بالاقناع. كلمت زي ماما يعني. احنا من بيت كونسرفاتيف شويه. فماما كان بالنسبه لها اصلا السبب الاساسي هو انه حرام ان انا اسافر لوحدي. كلمت لها الشيخ من الازهر قلت لها عادي. كنت انا ساعتها مسافره مع منظمه بتسفر الناس وبتاع. فاللي هو كان معايا جروب يعني، حتى مش مسافره لوحدي. يعني طلعتي مع حد. بس انا سبتهم في المطار. اسفه مامي يعني. بس هي ماما تعرف يعني ماما خلاص بطلت تبقى عايزه تعرف يعني. هي ماما تعرف حاجات كتير عن رحمه المره دي يعني. اعتقد يعني قولي لنا تاني، قولي لنا حاجات كده والله. بس بتوع اصل كانوا عايزين مني مش عارفه $50 عشان يوصلوني لمكان البيت. وانا اصلا مختاره سريلانكا عشان انا عارفه ان هي ارخص من مصر. انا وقتها بقى انا جايباها من تحت قوي يعني. مش عارفه انزل عشان المايك بس انا يعني بادئه من الاول كأنا يعني ان انا استقليت ماديا وبدات. فكنت اللي هو عارفه بقى اسعار المواصلات وعارفه مش عارف ايه. فانا عارفه ان سريلانكا كمان ارخص. تمام. فاللي هو لا $50 انا اصلا دي يعني 3/4 الفلوس اللي معايا. طب قولي لي بقى يعني انت طلعتي مع حد يعني؟ هم اللي حجزوا لك الطيران؟ لا انا حجزت كل حاجه. انا حجزت. كانت ازاي بقى حته يعني بداتي بقى تعملي ما كنتيش خايفه تدفعي فلوس اونلاين على حاجه؟ ما انا مش انا اللي دفعت. انا اصلا ما كانش وقتها عندي الشغل كريدت كارد ولا عندي اي حاجه. انا سالت واحده صاحبتي
باباها هو اللي دفع، يعني انا اديت لها فلوس وخلت باباها يعني هو ده اللي انت لفيتي لفه لفيت وده واللي اللي هو كانت كانت حاجه واحده بيوصل لها يعني. كانت والله فعلاً. والله بجد يعني كانت خطوه يعني انا عملت، انا فاكره ان السنه دي عملت الباسبور قبل حتى ما اعرف ان انا يعني ايه سفر اصلا، وقبل ما اعرف يعني ايه فيز، يعني انا كنت فاكره ان هو احنا بنعمل باسبور وبنحجز تذكره وبنسافر، ما اعرفش بقى فكره الفيز دي. فلو انا لما اخترت عملت ريسيرش لما قررت ان انا عايزه بلد حنينه شويه في الاسعار يعني قوي حنينه قوي، فكانت سريلانكا يعني من ارخص البلاد اللي في العالم يعني. لان دلوقتي بيصعب عليا الناس، بحس ان هم دايما بيشوفونا ان احنا بنسافر وفاكرين بقى اللي احنا معانا في البنك ملايين والله لو يشوفوني في ما يعرفوش نايمه بجد في الارض في المطارات يعني. لو ما بصي هي قدره تحمل، في بنات ما تقدرش تتحمل ده، بس انت لو تقدري، بس عندك بقى المتعه التانية اللي انت هتستكشفي. احب اقول لك بقى انا من الاشخاص كده، انا بقيت يعني استحمل. أنا مش قادره بقى خلاص دلوقتي انا بدات احس ان خلاص بقى انا عايزه اتدلع، انا مش لا خلاص بس عايزه اقول ان انت اخدتي الخطوه واستعديتي يعني انطلقتي، ما خليتيش الخوف يوقفك، او الاسئله بقى اللي بتبقى قبل السفر، لا. انا خايفه، انا هتسرق، انا مش عارف ايه. لا وحصل حاجات كتير. قولي لنا بقى حصل لك ايه في السفر. قولي لنا بتجيبيني انت سكه بريزنتر خالص. يا طنط اقفلي يا طنط هنخسر واحد مشاهد دلوقتي يا جماعه. تيت والله لا يعني السرقه دي حصلت في اكتر من مكان، بس كانت اكتر واحده كنت في لبنان. واي ثينك يعني هو انا حكيت القصه دي اكتر مره بصراحه، فغالبا معظم الناس هتبقى عارفاها، بس وقت الانفجار بتاع المرفأ اللي حصل في 2020. انا اول لما فتحوا لمؤاخذه اول لما فتحوا المطار انا طرت، كانت اول بلد فتحت كانت لبنان على طول. كنت الوحيده والله في المطار وقتها، وفي الطياره مش عارف في 3 4 فدائي اللي هو بجد. فروحت والدنيا كانت زي الفل وكل حاجه، وبعدين بقى قررت ان انا هقعد، وبعدين الانفجار حصل، فقررت اقعد برضه عادي ما غيرش اي حاجه. قعدتي مع مين؟ قعدت اتعرفت على لبنان كلها هناك بقى يعني. بتتعرفي على الناس ازاي؟ انا اكستروفيرت يعني الحمد لله. انا حاساكي الاثنين مع بعض. فيكي حته انترو برضو؟ لا انا بيكي انا فيري بيكي يعني اللي هو عشان احفظ طاقتي برضو. انا شخص اللي هو عايزه تشحني ما يعني انا على طول ناس يعني انا لا في ناس كتير قوي في حياتي كل يوم وكل اسبوع وكل شهر، اللي بيسافروا معايا واللي بشتغل معاهم واللي بقابلهم في السفر والكليه والشغل والجيران والصحاب والاهل. لا فبحس ان انا لا يعني دلوقتي برضو كل ما الواحد بيكبر كل ما ببقى عارفه انا عايزه احط طاقتي فين يعني. في كده دوائر معينه، فبظهر حاجات معينه لبعض الناس وحاجات تانية اللي هو معنى كده ان السفر علمك حاجات كتير. اكيد، وظبط لك دنيتك، لان انت وصلتي لمرحله خلاص دلوقتي انا عارفه انا عايزه ايه وهعمله بنسبه بجد. بنسبه طبعا. انا بحس ان السفر غيرني جدا دلوقتي. لا بنسبه انا عارفه اعمل ايه. لا هو غيرني طبعا. لا يعني احنا الاول كنا بنسافر بشكل عشوائي كده ويلا وزي ما تيجي وهنتشقلب في المطار وعادي وهنمسك في ايدين الطياره. والله بجد لسه انا في لكن دلوقتي خلاص انا ليدي في نفسي كده، انا عارفه انا هروح فين وهوفر ازاي، وخلاص بقينا عندنا وحتى السفر بقى بانتنشنز. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي بقيت حاسه ان انا بحب السفر اكتر. طبعا انا معظم سفري دلوقتي شغل اللي هو التريبس اللي بعملها، بس لما باجي اسافر بقى انا مع نفسي زي ما انتي كنتي بتقولي على فاطمه مثلا. شفتي يعني انا رحت قابلت صاحبتي في المكسيك، انا رايحه المكسيك عشان اقابل صاحبتي. انتي ما غبتيش، قعدتي 3-4 ايام اسبوع حاجه كده؟ اسبوعين والله. كنت مده قليله قوي. كنت هقعد والله اكتر المفروض، بس كان في فركشه كده بتحصل فاضطريت ارجع، وفي الاخر فركشت بقى يعني. كنت قعدت اكتر بس يعني فركشه عاطفيه يعني ولا فركشه في الشغل؟ فركشه عاطفيه يا عيني. معلش حاولت انقذ ممكن المكسيك والشاي حلوه. المكسيك والشاي وحش عليكي. البيت اتخرب برضه. لا المكسيك يا جماعه محدش يروحها وهو يعني وفي بيت وفي بيت بصراحه. لا المكسيك رهيبه يعني. عرفتي عليه ازاي حته كده في السفر طبعا كل اللي انا اتعرفت عليهم في السفر. اوكي. كنا اتقابلنا في اسواتيني، بلد صغيره كده ما بين موزمبيق وجنوب افريقيا. من تندر عادي، ونزلنا ديت وبعدين قعدنا يعني حسينا ان في كيمستري لذيذه وبتاع. انا اصلا كنت مسافره بعدها على طول، فكنت رايحه موزمبيق، فقال يلا بينا نروح موزمبيق. رحنا موزمبيق مع بعض، وبعدين انا كملت سفر شويه وهو راح حاجات، وبعدين جه مصر يعني نقل مصر بقى.
ودي رساله لاي بنت نفسها تتجوز او تقابل فتى احلامها. سافروا يا جماعه، لو مش لاقيه في مصر عادي. انا سافرت برضه واتقابلت مع زوجي في السفر عادي يا جماعه، مفيش اي مشكله، وكملنا سفر احنا الاثنين. يعني انا كنت رايحه مكان وهو رايح مكانه، بس قلنا خلاص بقى احنا هنتجوز بقى نروح المكان ده مع بعض. يعني وصلنا كان ايه المكان بقى؟ انا كنت عايزه اتعلم يوجا في الهند، وهو كان هو اسكوبا دايفر، فهو عايز يغطس، فهو لازم مكان فيه بحر ومحيط. طب ما في الهند تقريبا دايفنج. لا بس عايز سبوت كده، فاهمه؟ فهو يمكن هيروح المالديفز او حاجه كده، فقلنا خلاص بقى نروح بالي. رحنا بالي، قعدنا من شهرين، قعدنا 9 شهور. احنا بصي احنا بنسافر على ايقامات، يعني احنا مش بناخد فيزا، احنا بنقدم على ايقامه عشان بنقعد في البلد. فاهمه؟ حلوه قوي ده بقى. حلوه، يعني دي بقى الفيز اللي جايه. يعني انا حاسه ان الواحد اصل يعني ايه بجد، انه الناس اللي بتقعد او انا يعني زمان لو فكره ان انا سافرت البلد الفلانيه قعدت فيها اسبوع ولا 5 ايام، زي ما الناس بتيجي مصر تقعد اسبوع. مصر ايه دي الاسبوع؟ يعني مصر 3 شهور مش كفايه عليها اصلا. كل حته في مصر فيها لغه مختلفه واكل مختلف وثقافه مختلفه وعادات ورقص كل حاجه وطبيعه لا يعني الواحد عشان يستكشف بلد ويعرف بقى العمق بتاع البلد ويتعرف على الناس بتاع البلد والثقافه والعادات. محتاج بحب قوي استكشف واعرف يعني ايه اروح فعلا. احكي لي اول مره حبيتي بقى تقدمي على شنجن، فيزا امريكا؟ بكره الكلام عن الفيز، بكره الفيز دي اكتر سؤال بيجي لي بجد. ما هو يا عيني، ما هو يعني اكتر سؤال. صرفتي كام وطلعتي الفيزا ازاي؟ والله انا برضو يعني حته كده مش كتير. لا بس هم برضو يعني في ناس كتير عارفه. الكاميرا دي والله مؤاخذه يا جماعه. انا كنت متجوزه وانت قلتي فانا ما شاء الله البنت حاطه حياتها كده مفتوح. باي باي بجد. بس اخبي ليه يعني. فانا كنت لما هو كان هولندي مغربي هولندي، فتعرفنا برضو من خلال السفر. اتعرفنا في ماليزيا تقريبا، وبعدين جه مصر وكل مره كنا عايزين نتقابل لازم نطلع بره البلد او هو بيجي لي مصر عشان مش عارفه اروح له. تمام. 20 سنه بقى انا لسه ما عنديش اي حاجه ولا عارفه. بس حاولت قوي كده بس يعني انا حاسه ان انا يعني شقلبت كده حيوات كتير في بعض في ال5 سنين اللي فاتت. انا برجع لك بفرفش لك الذاكره والله بجد يعني. بس قدمت ساعتها مرتين واترفضت. بس طبعا يعني عشان ورقي ما كانش احسن حاجه وبتاع. قدمت من فرنسا وقدمت من هولندا، اترفضت الاثنين الحمد لله. ففقدت بقى يعني خلاص بقى قلت لا، هو بجد العالم كبير قوي انه يعني مش عايزه بقى مهتمه باوروبا بجد. ما خدتش بقى لا عادي يا كتير قوي. بس اكتر الناس دلوقتي او معظم الشباب اللي باسبورهم ابيض يقول لك انا عايزه اروح اوروبا، انا عايزه اروح انجلاند، انا عايزه فاهمه عايزه تشقلب كده في اوروبا في اي حته فوق كده في الحته. ما هي فعلا. هو احنا في مصر هنا بحس ان لما اقول لهم طب ما تروحوا جنوب شرق اسيا، كلنا بدانا من جنوب شرق اسيا كلنا فعلا. كل بصي يقول لك لا خالص، هو تحسيها فيها حته عقده الخواجه شويه. انا عايزه بس يعني هي يعني هي ترندنج قوي اللي هو سفر يعني باريس يعني امستردام يعني مش عارف ايه. هي حلوه برضو بس بصراحه بقى يعني انا بقى سافرت امتى اوروبا بقى. اول يورو تور بالنسبه لي كانت السنه اللي فاتت، اول السنه. رحت شهر او شهر ونص كده، لفيت بقى ايطاليا ومش عارف ايه وطلعت لحد قدمت على سفاره ايه؟ ايطالي. اوكي. وجات لي بقى الحمد لله سبحان الله بقى يعني خلاص. طب ايه بقى اللي انت عملتيه عشان تتقبلي مثلا؟ حسيتي ايه الفرق ما بين اول مره وتاني مره؟ كل حاجه. انا يعني وقتها ما كانش ولا بانك ستيتمنت عادل ولا ورق مظبوط ولا انا اصلا رحت الانترفيو وقتها ما كنتش عارفه ان انا محتاجه يبقى في ايتنراري جاهز. الست بتقول لي هتعملي ايه في باريس؟ قلت لها هروح اشوف يعني. تقول لي لا انت محتاجه تيجي. قلت لها طب هاتي ورقه وقعدت قلت لها هو ايه بقى اللي هناك والله لا فهي يعني هي اصلا والله بجد قعدت تمليني. فطبعا يعني بالنسبه لها كنت مرفوضه كده يعني. بس دلوقتي البورتفوليو قوي والباسبور اصلا نفسه باين يعني ان هو معايا امريكا ومعايا حاجات وسافرت كتير وبقدم دايما ورقي برضو اللي هو ان ده اصلا شغلي وان انا بروح وباجي مش مهتمه بجد اقعد في بلدكم يعني. انا الحمد لله عندي بلد حلوه مش عايزه اقعد في انت ناويه تقعدي في مصر وتطلعي منها ولا حابه يكون عندك بيت في مكان معين؟ والله كنت دايما يعني متخيله ان انا هعيش بره
بس لما اضطريت اقعد في مصر حبه، لما رجعت بقى الكليه وكنت عاوز لوست بقى حبه وبتاع. تدرسي ايه؟ فنون جميله. الله، كليتي المفضله، كان نفسي ادخلها بس مجموعي طلع عالي. والله عالي فاستخسرت. يعني هاي فايف من بعيد. بالظبط، لازم عندنا كده التايتل في العيله مهم. طبعا. ايه بقى، هندسه ولا دكتوره بيطريه؟ اصلا ايوه طبعا لازم البلطو، فاهمه؟ حبيبتي يا بنتي من ايه لايه يعني. كان نفسي ادخل فنون جميله او كان حلم يا جماعه، ما علينا، جيت على الجرح. درسنا تشريح زي بعض عامه. بتقعدي بقى ترسمي وتلوي. انت اصلا رسامه جميله يا بنتي. صحيح حبيبتي. ده من الكليه اتعلمتي ولا هي كانت موهبه عندك؟ لا، انا من وانا يعني في بطن ماما انا برقص. برقص برضه والله وانا صغيره بجد. دماغك. والله بجد، وانا من وانا طفله كده الناس تقول لي انا عايزه ابقى ايه لما اكبر. اقول لهم انت بنتي وحيده؟ لا، عندي اخت كبيره واخ صغير. اوكي. بس لا، كنت بعمل يعني الفن جزء من حياتي من وانا صغيره، يعني رسم وتلوين وحاجات هاند ميد وخياطه وتطريز ومش عارفه حاجات ريسايكلد كان عندي اصلا كنت فاتحه يعني حاجات بيزنسز قبل كده، اللي هو ببيع حاجات يعني بيزنس وارت. انا من وانا بتعمليهم بحب. قوي. طيب ازاي بتظبطي البادجت بتاعتك؟ بتحسبيها ازاي قبل ما تسافري؟ نو انسر. يعني لا، انا الشخص الغلط اللي تاخدوا منه المعلومات دي يا جماعه. والله لا، يعني انا الاول ما كانش معايا فلوس. دلوقتي كنت بروح على بركه الله. دلوقتي الحمد لله معايا فلوس وبروح برضو على بركه الله، بس بطريقه تانية بقى. اللي انا مش هبص بقى على انا بصرف كام. دلعي نفسك يا بت، انت شحطتي كتير واتمرمطتي كتير. موقف ان انت فلوسك خلصت او الفيزا مش شغاله او فيزا؟ انا ما فيش. ممكن اقول كسرت فيزا. كسرت فيزا. كسرت الفيزا. ايوه يا جماعه، كسرتيها فيها فلوس كتير قوي زهقت. كسرتيها ازاي وفين؟ قولنا. تركيا. رحت قعدت هناك. كنت رايحه على اسبوع او اسبوعين تقريبا. قعدت 4 شهور. بعدين بس انا برضو دي بقى اللي انا بحسبها بالعقل بجد. يعني بسال بتاكد ان انا مثلا مش هاخد بان من البلد او الغرامه مش تبقى كتيره. غرامه حاجه زي غرامه. انا عملت كده اعتقد. لا ما عملتش كده. انا زودت المده اللي انا كنت محدداها، بس دفعت حاجه في المطار وانا نازل ان انا ابصوا يعني. اوكي. حاجه كده بس مش فاكره، بس ما اعرفش ده. لا كانت حاجه اكيد. والله اصلا انا ما كنتش اعرف. كسرت في جنوب افريقيا برضو. قعدت برضو بتاع مش عارفه، كنت واخداها شهر. قعدت بتاع 5-6 شهور. وعملت يعني حاجات عشان اعرف اطلع من البلد. طلعت بري وبتاع. انا بخاف قوي بقى من يعني، لان انا طبعا البلد اللي بقعد فيها اكتر فحباها. ففي بلاد لما بتكسروا فيها بتاخدوا بان. فانا بالنسبه لبنان ما استجرتش ابدا. اللي هو مستحيل اصلي يعني. هم ال3 شهور بيخلصوا بطلع في يوم. انت عارفه الدول اللي هي هتعديها. لا بس هي لبنان المفروض انه تمام يعني. بس انا مش عايزه اخاطر انه اخد بان. هيجرى لي حاجه يعني. سرقتي مره باسبورك ضاع، حصل لك اي؟ احنا على فكره عمالين ندخل في حاجات كتير قوي. ما انا عايزه الحقها بسرعه عشان عايزه تمشي يا جماعه. انا عايزه الحقها بسرعه الان. لا حبيت القعده. حبيت القعده قوي، عايزه اعرف معلومات والله. بس ما هي بقى كنت تكمله بقى وقت الانفجار ده. ساعتها اتسرقت، كان فلوسي كلها. يعني ده الموقف الوحيد اللي انت اتسرقتي فيه وده لا في موبايلي برضو الكاردز بتوعي راحوا برضو قبل كده. كنت في زامبيا تقريبا. وفاكره يوم والله بجد كنت سهرانه. وكنت قاعده في هوستل كده جنب المكان اللي سهرانين فيه وبتاع. طلعت انت اثرتي عليا. انا مش من اسكندريه. على فكره انا مش شخصيا ما باخدش بالي خالص. انت انا بقول كلام كتير غلط. يلا ما علينا. يلا طلعت من مكان السهره. امال انت بتقولوا ايه؟ طلعت. اوكي. ببص على الموبايل والكاردز بتوعي. تمام الحمد لله معايا زي الفل. والله العظيم انا ما اعرفش ايه اللي حصل لحد دلوقتي. انا متاكده ان هم ما اتسرقوش. هم وقعوا في حته. وصلت المكان يعني وصلت الهوستل. ببص عليهم مش لاقياهم. اختفوا. صح. لا ثانيه. انا لما بصيت طلعت الكاردز من هنا والموبايل من هنا. ورحت قلت ايه لا احنا مش هنقعد بقى نسيب الحياه مفرفطه كده. حطيت الكاردز في ظهر الموبايل. قلت عشان يبقى هم حاجه واحده ومعايا فالموبايل اختفى بقى. فكان معاهم الكاردز. طيب بتعملي ايه دلوقتي عشان تحطي نفسك في السيف سايد جاست ان كيس لو اتسرقت، باسبوري ضاع، فلوسي راحت؟ بتوزعي الفيز في اماكن كتيره، بيبقى معاكي كاش وفيزا في حته. يعني بقيتي بتعملي ايه دلوقتي؟
ولا اي حاجه؟ اصل انا دايما يعني الحمد يعني حاسه انه الحمد لله هعرف يعني هتتصرفي؟ هكلم حد يعني هتكلمي مين مثلا يعني؟ صحابي. لا عندي صحاب كتير. تليفونك اتسرق هتعملي ايه؟ انا بحس ان انت بتروحي تتعرفي على اهل البلد قوي، فاللي هم دول بقوا اهلي دلوقتي يا جماعه. انا بفكر دلوقتي فعلا انه التليفون اتسرق. ايه اللي هيحصل؟ انت ليه خليتيني حط كده بابل كده بتفكر يلا لودنج. وحشه قوي دي. بس انا مره فكرت في الموضوع السيناريو ده، رحت كتبت ارقام الناس القريبه مني في نوت. لا بقى ما بقيتش احفظ. كان زمان بقى وقت التليفونات الارضي. انت 26 سنه يعني. انا قصدي بتحفظيهم في دماغك يعني. والله كنت حافظه بجد تليفونات الارضي. صحابي كلهم كنا بنحفظ. انت عندك كام سنه ولا ما ينفعش اسال؟ لا عندي 38. طب كويس. بس انا عمري ما افتكر ان انا بحفظ. ممكن بقى من كتر التكرار يعني. لا تقريبا واحنا صغير. لا من كتر التكرار يعني. وهم كانوا كام اصلا؟ 6 7 ارقام. مش حاجه كده. اي قولي لي بقى كملي. بس كتبت الارقام، قلت يعني جاست ان كيس لو حاجه حصلت. بس انا بيبقى معايا كاردز فحطاهم على جنب. ويوجولي انا ابل باي، فانا بس ما بشيلش اصلا كاردز معايا يعني في اي حته. ويوجولي بيبقى معايا كاش برضه. بس لا ما فيش خطه واضحه يعني. ان شاء الله ربنا يستر. مره رحتي المطار من غير الباسبور، بس الحمد لله كانت جوه بلدك. ايه ده؟ انت عرفتي منين المعلومه دي؟ حياتك كلها على السوشيال ميديا يا رحمه. والله انا قلت الكلام ده على السوشيال ميديا قبل كده. اصل انا كنت فاكره، كنت عايزه اعمل، لان انا عندي فيديو كده وانت فايرال اللي هو بقول الباسبور فين والباسبور فين. كنت عايزه اركب عليه ان انا بقى انا عماله اجري بقى. الباسبور ده صحيح الايه؟ حوار تقطيع الباسبور او وبصي الباسبور وحاجات كده. رضيتي الباسبور بتاعنا؟ بلاش بقى نتكلم عن حاجه الموضوع ماشي خلاص اوكي. سكيب يا جماعه. سكيب يا جماعه. اوكي يعني احنا كسرنا الفيزا احنا بصوا يا جماعه رحمه حاجات كلها الليجل. رحمه مثيره للجدل جدا. اكتر سؤال اللي بيتسال لك ايه؟ اهلك فين؟ هم فين من حياتك؟ موجودين والله. راضيين موجودين باللايف ستايل بتاعك؟ لا بس ماما بتحبني. فهي يعني في حته كده نقطه يعني بتفرق من انه خلاص يعني هي حاولت انه يعني هي قلقانه عليا زي اي ام أيوة. اكيد. بس خلاص يعني تحسي ان هو اهم حاجه انت بنتي في الاخر. مهما هتعملي ومهما انا موجوده وانت بنتي وبحبك فما بقيناش اصلا نتكلم في الحاجات اللي تثير الجدل. خلاص علاقتنا بقت كويسه لما ما بقيناش يعني خلاص. هي يعني مين اللي رفع الرايه الاول، انت ولا هي؟ هي اكيد انا اعتقد يعني، لان انت لسه مكمله في اللي انت بتحبيه. انت يمكن بس انا برضو هديت قوي 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 يعني. انا كنت الاول لا في غضب كده ناحيه كل حاجه يمكن ده هو كان سبب اللي انت عايزه تخرجي تسافري تستكشفي. كان هروب على فكره. هو كان جزء كبير منه هروب. انا كنت بهرب من نفسي ومن مشاعري ومن من ترومات بقى في الطفوله ومن كل حاجه لحد ما وقفت بقى بدات اواجه يعني. او انا كنت اللي هو تحسي ان انا عماله احط كل حاجه تحت السجاده لحد ما السجاده فاهمه يعني راحت ما بقاش خطايره خلاص. فلما بدات ثيرابي بقى وبدا يبقى عندي بقى انتنشنز اكتر للسفر وبدات اسمع لصوتي الداخلي اكتر وبدات اللي هو تطبطبي على نفسك. اطبطب على نفسي بقى. احب نوصل يعني ايه بقى ترقصيها. برضو والله كل الموضوع بروفيشنال قوي يعني. شايفاك بتاخدي كلاسات. شكرا والله. بس والله انا بعمله عشان بحبه بجد. يعني انا مش باين ان انت بتحبيه قوي يعني. انا حاسه ان الصفحه بدات قلبت الموضوع الحاجه. محتاجه اعمل رحمه دانسر بقى يعني. ما ينفعش غالبا هعمل يبقى ايه في رحمه بينتر برضه او رحمه يعني ارتست. مش هتلحقي تنظمي ما بين ده كله يعني ان شاء الله نكبر التيم والدنيا تمشي يعني. من حلم بنت صغيره كانت نفسها تسافر كل دول العالم في قبل ما تكمل ال30. وقفتي التحدي ده وقلت كده اهدى واخد نفس واستمتع والموضوع قلب لبزنس. ازاي بقى؟ كلميني ازاي الفكره جات لك اصلا؟ ما هو اصلا كان بزنس يعني من الاول. هو اولا مش حلم طفله صغيره لان انا عمري ما حلمت بده يعني. عمري ما احلامي اصلا كان حلمك ان انت والله ابدا في سن 19 20 19 يعني لما بدات مش الطفله لما بدات تسافر يعني. انا الموضوع بدا اول لما سافرت وعرفت انه ايه ده احنا لا شيء. ده العالم كبير قوي وفي حاجات كتير تستكشفها وبتاع.
ساعتها لما بدات اسافر حسيت ان انا محتاجه اقعد، يعني محتاجه اعمل فلوس عشان اكمل سفر. وانا فبدات اعمل حاجات كتير هاسلز بقى جنب البتاع، سوشيال ميديا، على مش عارف ايه، على حاجات ببيعها، على بتاع لحد ما قلت لا، طب ما هبقى بقى انفلونسر. الانفلونسرز بيعملوا فلوس قوي. يلا هبدا بقى اصور وهعمل ومش عارف ايه، والمفروض ان I was expecting بقى ان الفلوس هتمطر عليا. بس انت واخده السوشيال ميديا بشكل هامبل قوي، ده اللي عاجبني فيكي، ان انت مش متكلفه خالص. انت بتطلعي بشعرك منكوش عادي، قاعده في البيت بتاكلي بسكوته، بتردي ردود تغيظ مش والله ما بقاش قصدي اغيظ. انا يعني بحس ان يعني هي بتيجي ما بعرفش اعمل حاجه انا مش عايزه اعملها. حلوه قوي. فلو انا النهارده الناس بجد في يعني برضو من ضمن الكومنتات اكيد الكتير على لبسي، اللي هو هم فاكرين ان انا لابسه ده عشان هطلع اتصور بيه. لا يا جماعه، هو انا لابسه ده وخارجه فقررت اصور، فانا هصور باللي انا لابساه. انا مش هروح اغير عشان هصور حاجه. يعني خلي كومنتاتكم لنفسكم، هي مش هتتغير ليكم يا جماعه بجد. يعني هو كده خلاص انا فقدت الامل الموضوع ده. بقيت باخدها بقى دلوقتي بقيت برد احيانا من وقت للتاني كهزار بس. طب بتعملي ايه في الكومنتات السلبيه؟ يعني سكيب ما بتقريهاش او بتطنشيها؟ لا ما بقراش كتير خالص بصراحه. انت بس يلا السلام عليكم. لما بحس ان انا عايزه ارد النهارده اللي هو احيانا. لا تعرفي ايه بقى، بعرف الكومنتات دي من ايه؟ من صحابي بقى، بنبقى قاعدين كده، ما تيجوا يا جماعه نفتح الكومنتات عند رحمه ونقعد. ففي حاجات بتبقى بتضحك، فاللي هو طب بكره بقى لما انا في حاجات بتضحكني برضه بقول لك عليها بعدين. ماشي هرد عليهم. اوكي. طيب انت دلوقتي بتطلعي رحلات، كلمينا عن اسلوب الرحلات بتاعتك، لان رحلاتك مختلفه تماما. انت عملتي حاله جديده. يعني انا كنت اعرف الاول ان احنا بنطلع يوجا ريتريت عشان نعمل يوجا، انت لا، انت عملتي الرحله وبعد كده دخلتي فيها حاجات مواهب. فكلمينا بقى على ازاي الفكره جات لك. والله بناء بقى على يعني تجربتي انا الشخصيه في السفر. يعني انتوا شفتوا برضو وضحت شويه عن ان انا بسافر ازاي. الموضوع بالنسبه لي ما بيبقاش فيه، هي I seek experiences. يعني انا رايحه اجرب البلد، اجرب كده، مفيش خطط، مفيش مش عارف ايه. فبقيت اصلا يعني اول الرحلات، يعني انا عماله موضوع التخطيط ده بيزيد مع الوقت، عشان للاسف يعني التيم عندي بيجبرني ان انا محتاجه عشان اعمل رحله يبقى في خطه واضحه وتفاصيل كده معينه. بس انا من الاول خالص انا كنت بقول يا جماعه انا في البلد الفلانيه عايزه، يعني انا مأجره عربيه مثلا، فهي في 4 اماكن، فانا في 4 اماكن لناس. تعالوا هنرود تريب، هنروح هنستكشف مع بعض عشان تعملي شير للمصاريف والدنيا ويبقى معاكي. هنروح نستكشف كده بدون اي، يعني طبعا انا مخططه عشان قريتي في البلد فعارفه حاجات هنروح نعملها. بس دايما في اوبشنز، لو يا جماعه في كذا وفي كذا ممكن نعمله، وفي مش عارف ايه، طب نقعد هنا اكتر، احنا حبينا الموضوع ونكنسل البلان بتاع بكره. ففي فلكسبيليتي مبدئيا كملت معايا بقى لحد دلوقتي. يعني في رحلات كتير اللي هو الناس بتطلع بيبقى في الايتناري مثلا اللي موجود، انا ما اعرفش اصلا المكان الفلاني ده، حد قال ان المكان ده حلو احنا هنعدي عليه. طب يا جماعه يلا نروح نعدي عليه. تمام يلا بينا. وناس تانية تكنسل اصلا اللي هو لا احنا مش حاسين ده، مش حاسين ان احنا عايزين بتطلعي كده من غير بلان. لا في بلان. لا ما دلوقتي بقى في بلان طبعا واضحه وموجوده اصلا. لا بقى اول ما ابتديت في الاول في الاول عشان انا تيستنج اصلا احب الموضوع ولا لا. انا ما كنتش حاسه ان انا كنت خايفه قوي اكره السفر من الشغل. انت كمان بشوفك اسلوبك في السفر اللي هو يعني اسلوب اقتصادي جدا، حد يستقبلك يقعدك في بيته. بس ده زمان. ده زمان. دلوقتي لا. بعيدا عن البيزنس انت لا حتى برضو الدنيا اتغيرت معاكي. مش قادره انا اي ريسبكت. انا بقالي مثلا 2.5 سنين ما سافرتش كده خالص. اي ريسبكت ماي برايفسي قوي وبحبها وبحب ان انا هروح اتشقلب وارجع على مكان محترم لوحدي، ما حدش يكلمني ولا ابقى مضطره ان انا اعمل حاجه، وحاجتي موجوده متنظمه. لا يعني وبحب ادلع نفسي بصراحه. بقالي كتير قوي ما سافرتش بالطريقه دي. البيزنس دايما بيبقى ليه جانب مادي وجانب يعني معنوي. انا بحس ان انتي رحلاتك خاصه اللي هي بتاعت بنات بس دي فيها جانب معنوي كبير جدا، لان انا جربتها بشكل اخر. ما بطلعش رحلات بس جربتها في اكتيفيتي كنت بعلمها للبنات، كانوا يحضنوني ويبوسوني، ومتشكره قوي ان انتي ساعدتيني ان انا اعمل الحاجه دي اللي هو في يعني دي حاجه عاديه خالص. فكلمينا بسرعه كده عن الجانب المعنوي اللي بتحسيه وبيشحنك فعلا طاقه ايجابيه. انا نيتي ان انا to create a safe space.
هو بدات بالستات فعلا. انا اول تريبس كانت عاملاها للستات بس. وبعدين يعني اكتشفت ان لا اكشلي ستات او رجاله هي نفس الحاجه. يعني احنا في المجتمع بيجبرنا ان احنا نقعد نحط لايرز كده على وشوشنا وعلى نفسنا وعلى ما نبقاش احنا وما نبقاش عشان لحسن نتفهم غلط، لحسن مش عارف الناس تقول ايه ولا الناس تعيد ايه. مش يعني اللي هو لا انا بالنسبه لي خلاص هو ده سيف. خدوا بريك من التمثيل ده. ارجعوا وافتكروا هو ما بيبقاش تمثيل بقى at some point اصلا. هو بننسى اصلا صاروا القالب ده بقى خلاص. بجد يا عيني الناس اللي بالذات اللي هي في كوربريت لايف مثلا طول حياتها ما بتاخدش مش عارفه تاخد بريك الا الاسبوع ولا الاسبوعين اللي بيطلعوا معايا في رحله في السنه. بينسوا هم مين بره ده. بحس ان انا يعني ببقى سبب او الرحله بقى سبب ان هي تعيد اتصالهم بالحياه اصلا. هم يحيوا من جديد. يعني انا مش بدون طبعا اكيد تفاصيل بس في ناس طلعت معايا هي كانت على شفا حفره من الانتحار مثلا او من ان هي بجد هي صعبه. هي صعبه. لا سمعت حاجات كتير قوي. طلع معايا رجاله عيطت لاول مره في حياتها خالص عشان وبدون انا ما اي دونت بوش خالص ان اي حد كل واحد بيتكلم. بس هو بجد ما اعرفش هي النيه بتفرق. يعني انا لما ببقى طالعه نيه ان دي بجد سيف سبيس اي دونت جادج وانا بسلكت على قد ما اقدر. طبعا ما بتبقاش 100% دايما بس على قد ما اقدر اسلكت الناس اللي شايفه ان هي ممكن تبقى امنه في المكان الامن ده وهستأمنها على بعضها. بحس ان بتخلق كده طاقه معينه بتخلي الناس حلوه قوي بتطلع الجانب الانساني. فخوره بده جدا. انت فخوره بنفسك؟ بصراحه في الحمد لله. في حاجه لسه عايزه تحققيها؟ اكيد كتير. الاحلام دي ما بتنتهيش كتير. ومش يعني انا بحاول ان انا برضو اللي هو حبيبتي انبسطي. انا بحس ان انت احلامك واصله للسماء. انا من الاشخاص دي برضو جدا شاطحه قوي لفوق وتمام. حلوه قوي لو عارفين بقى ان نستمتع برضو في كل حته. بالظبط. لان انا كان عندي مشكله دي كبيره قوي لحد دلوقتي عندي بس يعني بحاول على الاقل عارفاها ان هي موجوده. بس بحاول يعني رحمه اهدي وشوفي اللي الناس شايفاه وبتقول عنك. انا مش شايفاه اصلا. يعني الناس بتقابلني بجد في الشارع اللي هو انتي مثلا كنتي سبب ان انا اقنع اهلي ان انا اسافر او ان انا مش عارفه اعمل ايه او ان انا اسيب شغلي. بنبسط قوي الناس اللي بتسيب شغلها دي والله بيبقى اكتر بقول لهم مبروك. اقول مبروك ولا انتوا هتضايقوا؟ يوجوالي بتبقى مبروك يعني. يعني اصل في ناس الشغل يا جماعه انا عارفه طبعا. ما هو انا دلوقتي كتفت نفسي. يعني انا كنت بره وكتفت نفسي ودلوقتي بقى في سالاريز وفي حاجات وفي ورق شركه وفي مش عارف ايه وحاجات محتاجه اظبطها. بس يعني على الاقل انا مختاره المجال اللي انا حباه. لكن في ناس يا عيني ما بتلحقش. هي من مدرسه للجامعه اختاروا على طول. مع ان انا معيش انا ما اعرفش انا احب ادرس ايه طيب ولا اعمل ايه. استنوا بس شويه بجد اخد نفسي واعرف انا عايزه ايه. خلصنا اخر سنه بتتعين في شركه الحمد لله تبع القطيع جواز عيال. طب امتى هنقعد؟ لا ما فيش فعلا. يعني انا بصراحه مش شايفه ان دي احلى حاجه انت قلتيها في النهايه النهارده. اخر حاجه انت حاسه متابعينك لان انت دلوقتي بتشوفي فئه تانية من الناس في الشارع بيدوكي كلام حلو قوي ومش عارفه هتزعلي لو قلت لك ان هو مش موجود على السوشيال ميديا بتاعتك. لان دايما موجود. الناس الوحشه هي اللي بتكتب. والله موجود. لا يعني انا برد على يعني برد دايما عشان يعني بس انت بتحسيها فيس تو فيس. اكيد اي حاجه فيس تو فيس احسن طبعا. بس لا انا بيتباع والله. لا الناس جميله يعني. في ناس كتير بتبعت لي مسجز كتير حلوه. لا انا بتكلم على الكومنتس. اكيد المسج انا مش بشوفها برضه. لا والله في تمام. يعني بحس ان هو هي بتبقى في حاجات انا عارفه ان هي هتثير الجدل. وانا مش منزلاها بنيه اثاره الجدل. بس انا واعيه ان احنا في مجتمع معين. انا عارفه ان ده هيثير الجدل وهنزله. انا حره يا جماعه. فخلاص لا بس انا برضو يعني انا فاهمه ان ده واقع. فانا مش اللي هو ايه ده هو انا نزلت الحاجه الفلانيه وبعدين ازعل مثلا ان في حاجات ما بتأيدكيش اصلا. لا ما بيفرقش معايا. انت حريتك ما بيفرقش معايا وعارفه. يعني انا واعيه ان احنا في مجتمع عارفه هو بيفكر ازاي او ناس كتير منه بتفكر ازاي او شايفه التصرف المعين او اللبس المعين او الطريقه المعينه او الكلام او الفكره المعينه هتاخدها ازاي. فاللي هو ما بقى لان في ناس بقى يعني عامه على السوشيال ميديا بتبقى ناس منزله هي نفسها برضو بتبقى شخصيات هي فيمس او مشهوره باثاره الجدل.
فحلو تمام، انت مختاره ده او انت مختار ده، بس ما يعني في بحس حته الوعي دي مش موجوده، انه يا جماعه هو انتوا ليه بتطلعوا بدور الضحيه؟ انه الناس بتتكلم عنكم بطريقه مثلا مش تمام، او ما احنا عارفين احنا فين. يعني هو مش حاجه. طيب اخر سؤال، تحبي تقولي لمتابعينك ومتابعيني واللي هيشوفوا الحلقه النهارده ايه يعني ازاي يبداوا يسافروا؟ نصيحتك بعد بقى سنين السفر دي كلها، حد خايف ياخد الخطوه، نفسه وحلمه بس مش قادر، خايف بقى بسبب الماده، خايف بسبب يقدم على فيزا ويترفض. والله بصراحه يعني مش يعني انا دايما بحس ان انا مش محتاجه اشجع حد ان هو يعمل اي حاجه. يعني اعمل اللي انت يعني بجد والله. يعني انا اهم حاجه انت تختار. يعني السفر بالطريقه بالذات اللي انا سافرتها مثلا بجد هي مش مناسبه لاي حد خالص. والسفر عامه اللي هو كل يعني لو الشخص بيحب ده او هيحب ده، حاسه ان هو من نفسه او من نفسها هتلاقي طريقه ان هي تعمل بيها ده. يعني هتبدا في اماكن كتير الواحد ممكن يتطوع فيها ويسافر بدون اي فلوس خالص الى تذكره السفر مثلا. بالظبط. في طريقه من ارخص طريقه لحد اغلى طريقه ان الواحد يسافر يعني واحنا تشات جي بي تي. يعني انا لو عايزه اكح ازاي بساله يعني. فدلوقتي مش حاسه انه محتاجه حتى ان انا يعني لو عايز تسافر هتسافر بصراحه. يعني هو دايما دي برضو من intentions بتاعتي في او الرسائل بتاعتي. عشان برضه انا بتفهم غلط احيانا على السوشيال ميديا ان انا بشجع الناس ان هي تعمل حاجه معينه. يا جماعه انا مش مهتمه. انا مش مهتمه انتوا تعملوا ايه. انا مهتمه ان كل واحد يختار الطريقه اللي تناسبه لحياته ويخليك في نفسك، ما تتدخلش في حياتك. ده يعني اشغل نفسك ده بنفسك. اكسترا بقى. ده اكسترا ده اللي تشيري على والله بجد خلي رايك لنفسك. شرفتيني ونورتيني بجد. انا مش عايزه ابطل كلام واسئله. انا كنت جعانه قوي، حسيت ان انا شبعت يعني. يا حبيبتي انا مبسوطه جدا بوجودك النهارده معايا وشرفتيني، واتمنى ان يعني تكوني اتبسطتي معايا. انا انبسطت قوي والله. بس اخر حاجه احنا بنعمل لعبه كده بسرعه. استاذنك يا دينا الموبايل. بديكي سؤال وانت بتختاري ده بسرعه. اوكي حلو ده. لعبه. تختاري ايه، الباسبور ولا الموبايل يضيع منك؟ الباسبور. تاكلي في مطاعم 5 ستار ولا تعيشي في فندق 5 ستار؟ اعيش في فندق 5 ستار. تعيشي في عربيه ولا تعيشي في دورم؟ يعني تسافري الاقامه بتاعتك سريعا. دورم. تقعدي في مكان ما فيهوش انترنت ولا تقعدي في مكان ما فيهوش بني ادمين خالص؟ ما فيهوش انترنت. تقعدي في مدينه لمده شهر ولا تزوري 10 مدن في 10 ايام؟ على حسب المدينه، بس هقول مدينه لمده شهر. مدينه لمده شهر. طيب ترجعي كسر الفيزا ولا ترجعي مترحله؟ كسر الفيزا طبعا. ان شاء الله. لا احنا قاعدين نسال السؤال ده. تاكلي على العربيه في الشارع ولا تقضيها معلبات وتطبخي لنفسك؟ اكل على العربيه من الشارع. طيران ببلاش ولا اكل ببلاش؟ طيران ببلاش طبعا. السفر بالنسبه لك اكل ولا فسحه؟ قولي تاني. السفر بالنسبه لك تسافري عشان تتفسحي ولا عشان تاكلي؟ لا فسحه طبعا. اكل. تمام. بتحبي تزوري الهيدن جيمز ولا الاماكن السياحيه المشهوره؟ هيدن جيمز. تقعدي في بيزنس كلاس بس تسافري بشنطه ظهر، ولا تقعدي في ايكونومي بس تسافري بيزنس كلاس؟ بس انا بسافر بشنطه ظهر. انا كده بسافر من غير هدوم. بليز. تمام. اسئله كده عن السفر. عدد دول العالم 198. لا بس هي على حسب منين. ففي 210 اصلا. في ناس 196 على حسب انت في انهي حته جزء من العالم يعني. حلو. عدد دول اوروبا 7. شنجن. شنجن 27. ايه هي مدينه الضباب؟ لندن. شطور. بتحبي تسافري لوحدك ولا مع جروب؟ لوحدي. اقول لوحدي عشان يعني ماشي لو هختار حاجه ما بينهم هيأثر على البيزنس. لا يعني ما هو على ما انا عشان كده كنت اقول على حسب يعني. اوكي. تعرفي ايه هي اكتر دول العالم زياره في العالم؟ حاسه دوله.
حاسه ايطاليا مثلا. لا، باريس او دبي او اسطنبول، دول اكتر. والله. اخر سؤال، الباسبور المصري مصنف رقم كام في 2025؟ انا بطلت اتابع من 2023 بس تقريبا ايه، حاجه و60 حاجه و70. 87. والله نزلنا. طب الحمد لله عشان كده بطلت بقى. تفوتي طياره ولا محفظتك تضيع منك؟ يوجي محفظتي مبقاش فيها فلوس ف تضيع المحفظه يعني. هكنسل الكارد بس. ضاعت مره يعني، راحت عليك نومه في المطار، ضاعت عليك لا يعني فهمت ان الاي ام بي ام فضيعت الطياره وانا في البيت. دي اساسي. وكنت رايحه كانوا مستضيفيني ايفنت كسبيكر عن السفر. ما شاء الله، ملتزمه. اغرب اكله اكلتيها في بلد معين؟ بتاع ده جراد في المكسيك. جربتيها؟ كتير، كنت باكله كده كسوداني يعني. طيب مقرمش، هو ما كانش ليه طعم قوي، محمر. تمساح في جنوب افريقيا. والله. تمام. هل لديك اقوال اخرى تحبي تضيفيها؟ انا مبسوطه قوي والله. وانا مبسوطه والله كمان. يعني هسمع، متحمسه اسمع الحلقه وماما تقعد معاكي تسمع معاكي. تمام، نورتيني يا حبيبتي. شكرا. باي باي. اكلمك على فكره. جزء كبير من الجروب انا كنت بهرب دلع البنت، مش حاسه ان هي متدلعه. انا ما حسيتش. ما قلتلهاش حاجه يعني. نويبع مش هنا تبع هنا مفيش دلع بس تكون تحفه يعني. كنت هناك قوي انا ما اعرفش